بصوا سعره هنا في موقع لولو عامل 5 جنيه، مبدئيا كده سعره في موقع لولو ب 5 جنيه وانا شاريه من الراجل ب 7 جنيه، فدي اول نصبايه اتضحك عليا فيها. صباح الفل، مساء الفل، اهلا بيك يا غالي، حلقه جديده مع جو نص. طبعا يا جماعه من ساعه ما كلنا اتجهنا للمنتجات المصريه البدائيه وبقى في غش من التجار بشكل مش طبيعي. يعني اشتري باكو بسكوت من بقال ب 5 جنيه ومن كشك ب 8 ومن سوبر ماركت ب 10 ومن على البحر ب 12، مع انه هو نفس باكل بسكوت. فتقريبا كده اكيد لهم وجهه نظر. دول بقى شويه منتجات متسعره على البلد، يعني كل تاجر من التجار بيسعر المنتج بمزاجه. المهم دول الحاجات اللي انا جبتهم وتعالوا تشوفهم سوا. دول بقى شويه المنتجات اللي جبناهم، وانا عايز اقول لكم يا جماعه انه ربنا ده وانا بشتري من عنده حط لي حاجات انا اصلا مش طالبها وخلاني احاسب عليها، يعني مأساة اقسم بالله. بصوا المارشميلو ده انا اكيد عمري ما هطلبه، اكيد عمري ما هشتري مارشميلو يا جماعه عشان ما تفهمونيش غلط. تعالوا نبدا اول حاجه بسولتي ستيكس، وقبل ما نبدا تعالوا نشوف سعره على جوجل الاول عامل كام. بصوا سعره هنا في موقع لولو عامل 5 جنيه، مبدئيا كده سعره في موقع لولو ب 5 جنيه وانا شاريه من الراجل ب 7 جنيه، فدي اول نصبايه اتضحك عليا فيها. تعالوا بقى كده نجربوه ونشوفوا طعمه عامل ازاي. انا دي اول مره اجربه واشوفه اصلا. ريحته غريبة، ريحة جبنة. تعالوا بقى ندوق طعمه ونشوفه عامل ازاي. هو عامل شبه بيك ستيكس وعامل كمان شبه البسكوت اللي كنا بنشتروه، بيبقى معاه شوكولاتة هنا وكريمة شكلها أصلا لوحدها. وفين بيك ستيكس قوي بس طعمه تحس انه مصروف عليه اكتر. تتبيله الجبنه بتاعته حلوه قوي وقويه بالنسبه لي، انا بحب الحاجات اللي زي كده. عامل شبه بسكوت تاج اللي بالملح، بس ده بالنسبه لي احلى من تاج بكتير. كطعم فهو طعمه حلو، والصراحه طعم الجبنه فيه عجبتني قوي. بس هل يستاهل ان انا اشتريه ب 5 جنيه او ب 7 جنيه؟ هو الصراحه لو ب 5 جنيه هيبقى طبعا. وده تبع شركه فاين دي. الشركه دي يعني ما شاء الله عليها عامله حاجات كتير قوي. بقى ندخل على رافاييلو او الرولانا. دي بقى انا اكتشفت فيها حاجات كتير قوي. اصلا في منها واحده بتتباع المضروبه بتاعتها ب 5 جنيه، وفي منها اصلا الاصليه مش عارف تقريبا بحاجه و40 جنيه او حاجه ب 30 جنيه. يعني هي مضروبه وفي منها المضروب. يعني انا مستغرب الصراحه. تعالوا نشوف سعرها. بصوا اصلا مكتوب عليها هي اصلا متسعره، مكتوب عليها هنا 7 جنيه. مكتوب بقى ان هي متسعره وتتباع في السوق بسعر اصلا غير السعر اللي مكتوب عليه. هو كده بقى على جوجل السعر بتاعها مكتوب اصلا مكتوب عليها 7 جنيه، فانا مش عارف هل ممكن الناس اصلا تغليها عن كده. مش عارف الصراحه. بين سعرها للمستهلك ان هي تتباع ب 7 جنيه. اهو العلبه ما بتكدبش. انت كمان في العلبه مكتوب 7 جنيه عشان عارفين ان التجار يعني مكتوب بجربها، بس مش عارف هل انا كنت بجرب دي ولا بجرب المضروبه الثانيه. بصوا بيبقى فيها 3 كرات بيض كده. بهدلت بهدله غير طبيعيه. بسم الله. ايه ده؟ لا انا طول عمري كنت بجرب المضروبه. بص اصلا شكلها مضروبه، هي دي مضروبه الاصليه. دي الكواليتي بتاعها بيبقى اعلى من ايه؟ المضروبه بتاعتها. ده فيها لوز، هي تحفه. اخد الشكل الكاب اصلا من بره. تحفه يا جماعه. مستغرب الصراحه ازاي فيها لوز وب 7 جنيه، طعمها تحفه. يلا بقى ندخل على تالت حاجه وهي المارشميلو. بصوا شكله عامل ازاي، اسمه تيكا تقريبا. النوع ده انا اول مره اشوفه في حياتي، والله اول مره اسمع ان في حاجه اسمها تيكا اصلا بتاعت مارشميلو. تعالوا بقى نشوفه على جوجل سعره كام. انا جايبه ب 5 جنيه. تعالوا نشوف سعره على جوجل هيطلع لنا. يا جماعه ممكن سعره في جوجل يطلع لنا غير اصلا سعره اللي انا اشتريته بيه. دي حاجه طبيعيه انا متوقعها الصراحه ان هي تحصل. بصوا على موقع لولو برده جايب لنا عامل 6 جنيه ونص. موقع لولو ما بيكذبش. انا الصراحه جايبه ب 5 جنيه. مش عارف بقى ليه هنا ب 6 جنيه ونص. تعالوا بقى كده ايه تشوفوا على جنب. تعالوا نجربوه. ده دي بقى يا جماعه اللي هو حطها لي اللي انا اصلا ما اشتريتهاش. ريحته جامده قوي، ريحته بناتي قوي بقى. شكله يفتح النفس. بناتي قوي الحاجات دي. على طول بقى يا جماعه بشوف ناس بتدخل خله في فيهم وبتشويها على النار. انا الصراحه نفسي اجرب الموضوع ده. دايما كده حجم الكيس يعني في حسبه مثلا بتاع 20 واحد. طعمه حلو الصراحه، بس هل انا ممكن اشتريه تاني؟ لا يعني انا اصلا ما بحبش المارشميلو. تعالوا ندخل على رابع حاجه وهو البسكوت الاتش دي. البسكوت ده انا كنت جربته من فتره كبيره قوي، بس الصراحه مش فاكر طعمه عامل ازاي، بس انا فاكر ان الطعم ده احلى طعم فيه. الاول قبل ما نجربه نبحث عليه في جوجل. تعالوا نعمل له سكان كده ونشوف سعره بقى كام بالظبط. مفيش حد لحد دلوقتي كاتب سعره كام. سعره كام مفيش خالص. تعالوا نخش نشوفوه على امازون. هو الاتش دي يا جدعان غير متوفر حاليا. بستغرب الصراحه ان الناس ازاي بتشتري علبه بسكوت من امازون. تعالوا كده نعمل له سيرش تاني عليه. المفروض بقى كده ان تظهر لنا موقع لولو ويجيب لنا ايه سعره كام. ما ظهر لناش موقع لولو خالص ولا ظهر لنا البسكوت اصلا. 28 جنيه بس. كانوا 28 جنيه ونص. ده للعلبه. عامه يعني علب البسكوت بيبقى فيها 6 بواكي بسكوت يا فيها اللي هو باكل بسكوت كده المفروض يبقى واقف علينا ب 4 جنيه 75 قرش. انا الصراحه شاريه ب 5 جنيه. ده شكله طعم الكريمه فيه واضح قوي. البسكوت ده الصراحه بتقرمش، عجبتني. بصوا اسمعوا صوت القرمشه بجد تحفه. ندخل على البسكوت الغريب الاطوار ده اللي انا اول مره اشوفه في حياتي. نعمل سيرش عنه وشوفوا سعره عامل كام. احيانا اتضحك عليا ب 5 جنيه وانا شاريه ب 7 جنيه. ريحته وشكله غراب. حاسه مسكر وحادق عليه جبنه بس جامد الصراحه.
تصدقوا طعمه كده احلى. تعالوا ندخل على بسكوت بيكي اللي انا عارفه، كنت جربته قبل كده كتير، بس في بقى حاجه انا مستغربها لحد دلوقتي. بصوا هنا سعره مكتوب كام. بصوا بقى لما تيجوا تقروا كده جنب السعر مكتوب كام برضه. يعني انا الصراحه مستغرب ازاي مكتوب عليه ب 5 جنيه وجنبه مكتوب ب 6 جنيه. المفروض انا اشتريه بكام؟ مش عارف، من كذا مكان مختلف، وبرضه نفس ما عملت عليه سيرش على النت برضه مش مكتوب سعر. المفروض اصلا الحاجات دي نشتريها بكام؟ هي بتبقى بسكوتين اصلا. شكل البسكوته اللي بيعجبني فيها كميه الشوكولاته اللي فيها، وطعم كمان الشوكولاته تحفه. بسكوتين فيهم شوكولاته، حواليهم شوكولاته بجد، محشيه شوكولاته من كل حته، طعمها وهم. هندخل على اختها اللي زيها بالظبط، بس دي بقى انا اول مره اجربها بصراحه. شكلها وطعمها هيبقى عاملين ازاي؟ سايبين عليها ان هي حلوه. بصوا ده شكلها، بسم الله. الله الله بجد، غرقانه شوكولاته، بسكوت فيه كاكاو، مدي تيست الشوكولاته وجواها شوكولاته برده. الله. طبعا برضه اخر حاجه معانا وهو ويفر ده. ده تقريبا اقل حاجه انا جربتها، اقل حاجه جربتها. الصراحه المنتجات حلوه جدا، بس مشكلتي معاها ان هي اسعار مختلفه واسعار متفاوته قوي. بس كده كان معاكم جو ناصر، سلام.